اسمعوا يا عراقيين، اسمعوا، خلنا اشوفكم البحث فيه. ما له علاقه بالاكراد والسنه. ارتاحت؟ يعني انا قررت بال 26 اكون قبيح. يعني لا هاي السوالف مال انه عدنان ليش اختصاص شيعه ما يحكي على السنه والكرد؟ يا اخي يا اخي انا اختصاص شيعه. شو تريدون تطلعوني؟ شو تريدون تحكون علي؟ احكي انا اختصاص الشيعه. شنو سوالف السلبيات عند الشيعه بحكيهم؟ ما له علاقه بالاكراد وما له علاقه بالسنه. سمعتوا؟ هو قرر بال26 ان يكون قبيح، خلي يكون قبيح. يعني يقول انا اختصاص الشيعه ما له علاقه لا بالسنه ولا بالاكراد. وانا هم اقول لك انت قبيح ابن قبيح وكلب ابن 16 كلب، لان بحثي قذر. زين؟ واذا بيك حظ تعال العراق، انت شارد برا هناك قاعد قبيح ابن القبيح. يعني هيجي الشيعة كاتلينكم. بس اريد افتهم الشيعة شنو يعني. هم الله خالقهم، الله ربهم، ومحمد نبيهم، والكعبة قبلتهم، والقرآن بكتابهم، وعلي إمامهم. شنو الموضوع يعني؟ بس اريد افتهم البحثية وانتشارنا. انتم ذولا اللي خربتوا البلد، انتم ذولا هاي الانفس القذرة اللي خربتوا البلد، اللي ما خليتوا العراق شوية يتنفس. لكن تنفس ونهض بصاية الله والحشد الشعبي والفصائل المقاومة والقواتنا الأمنية البطلة. لكن هيك نماذج لا والله العظيم يفترض ما تبقى حتى بالحياة. يقول قررت أنا أصير قبيح. يعني شوفوا شلون جرأة. أنت قبيح ابن قبيح أصلا. أنت شاربك مزينة بالقندرة، أنت شاربك مزينة بالقندرة بعد أكثر من هالقباحة يا عدنان الطائي. أنت من الناصرية يقولون تعال الناصرية، تعال الناصرية هنا وخلنا نشوف شلون أقلبها قباحتك، أقلبها قلب عليكم أنت وأحمد الوشاح وغيره وهاي الزبايل القذارة مالتكم. زين؟ ومكيفين هسه، هم مكيفين ايران وانتهت. بابا ايران باقيه قسما بالله العلي العظيم ومستعدين وراح ينعلون ابوكم. زين؟ سرسريه قبيح بحثي مع الابو كلابه حتى عرضك السقط.